أهلا بكم في مذيع بودكاست، البودكاست اللي بيبص الحكايات من الزاوية اللي محدش بيشوفها. معاكم ضاع أنديل، ومعايا هتسمعوا قصص وأفكار وحكايات مختلفة، لأن ببساطة كل حكاية وليها زاوية. إزاي نعيش بسلام، إزاي نعيش وإحنا مرتاحين، إزاي نعيش وإحنا راضيين، إزاي نعيش وحياتنا هتكون أفضل. يعني ادينا كده تريكات صغنونة. اول حاجة واهم حاجة ان لازم نحب نفسنا. مهم قوي ان احنا نحب نفسنا، نحب نفسنا بكل الاوضاع اللي احنا فيها، يعني بشكلي، بجسمي، بشخصيتي، حتى لو انا شايف ان انا عندي اخطاء او عندي مشاكل جوايا في شكلي او في شخصيتي، احاول اشتغل عليها. بس لازم احب نفسي الاول، لان لو انا ما بحبش نفسي انا مش هعرف اتخلص من المشاكل اللي جوايا. فمهم قوي ان احنا نحب نفسنا، مهم قوي ان احنا نقدر نفسنا. لو انا مش هقدر نفسي اللي حواليا مش هيقدروني. لو انا ما خدتش قرار ان انا اسعد نفسي محدش هيساعدني. فنحب نفسنا، نقدر نفسنا، نسعد نفسنا، نحافظ على نفسنا بان احنا دايما لما نحتاج مساعدة نلجأ للمساعدة. رانيا، انت عارفة ان في ناس بيشوفوا ان انا عشان احب نفسي انا كده انانية؟ انا شخصيا بقولها انا بحب نفسي جدا، بس في ناس بتقول لا انت كده انانية. بس انا ما بشوفهاش انانية، انا بشوفها ان انا لازم احب نفسي الاول، لازم اساعد نفسي، لازم احط نفسي اولوية في كل حاجة، عشان لما انا اكون مبسوطة اولادي هيكونوا مبسوطين، اصحابي هيكونوا مبسوطين، عيلتي هتكون مبسوطة. ليه الناس بتشوف دايما ان انا عشان بحب نفسي لا انا كده داخله جزئيه لا انا انانيه شويه؟ لا طبعا انا متفقه معاكي انه انا لازم احب نفسي الاول، ولازم اسعد نفسي، ولازم اقدر نفسي. بالعكس انا لو ما عملتش كده مش هعرف اعمل يعني مش هقدر. يعني انا لو مش سعيده مش هعرف اسعد اللي حواليا. بالظبط كده. انا لو مش مقدره نفسي مش هعرف اقدر اللي حواليا. انا لو مش مرتاحه مش هعرف مثلا اريح اولادي. بس في ناس بتفيك انا مبسوطه. في فرق بين ان انا يعني هو يمكن في ناس بتبالغ شويه، لا هي مش انانيه. ما هو انا مش يعني خلينا نتفق ان الاكستريم او المبالغه في كل حاجه مش مطلوبه. ده اكيد. فانا لما احب نفسي بقدر اللي هو القدر الطبيعي دي حاجه كويسه، لما انا اسعد نفسي بالقدر الطبيعي دي حاجه كويسه. لكن اكيد لما انا ابقى بفكر في نفسي مثلا، مش بفكر في اللي حواليا، مش بفكر في اولادي، ممكن في الحته دي اللي هو مرض اكيد. لكن احنا بنتكلم في الوضع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الحاله الطبيعيه، اللي هو انا بحب نفسي وبقدر نفسي وبسعد نفسي عشان اقدر اعمل نفس الشيء مع اللي حواليا. فبالتالي دي ما فيهاش اي انانيه خالص. مبسوطه جدا بالكلام معاكي، وهنكمل. دي مش هتكون اول حاجه ما بيننا. وكملي بقى التركات. سوري انا قطعتك في موضوع الانانيه، بس كان لازم يعني ادخلها في الموضوع. لا هو زي ما قلت لك هي اهم حاجه نحب نفسنا، نقدر نفسنا، نشتغل على ان احنا نسعد نفسنا، ندي دايما مساحه. يعني مهم قوي ان احنا يبقى عندنا مساحه خاصه بينا احنا، سواء الوقت ده احنا بنعمل فيه هوايه بنحبها، سواء ان احنا بوقت كده احنا بنتأمل فيه، ان احنا بنخرج مع اصدقاء. مهم قوي يبقى لينا الحياة الخاصة اللي بنستمتع فيها بالحاجات اللي بنحبها. يعني العلاقات الاجتماعية كمان مهمة قوي. مش لازم ان احنا يعني يمكن ساعات كتير قوي خصوصا الستات لما بتتجوز ممكن بتتقطع علاقتها بعيد عن صحابها وبتبعد عنهم. دي مهمة قوي على فكرة ان احنا نحافظ عليها، لان مهما كبرنا بنحتاج دايما للأصدقاء. ودايما أصدقاء المدرسة، أصدقاء الجامعة، الأصدقاء اللي هم قبل ما بنتجوز، دول مهما بنقعد معهم على فكرة ومهما كان عمرنا احنا دايما بنرجع معاهم لذكريات الطفولة والشباب طبعا. فالقعدة معاهم بتبقى ليها احساس مختلف وفعلا حقيقيين.
ده حقيقي، وبتفرق جدا على فكرة. يعني لما بتنزلي مع أصحابك بتوع المدرسة أو بتوع فترة الجامعة بترجعي بمود تاني، لأنك مهما كبرتي انت بتحسي ان انت انا لسه في وقفت عند نفس نفس السن بالظبط. ده حقيقي، ده فعلا، ده بيبقى ده شعوري. حقيقي. بنزل اسكندريه بشوف اصحابي بتوع زمان، لا احنا وقفنا عند حته معينه، ما اتحركناش. ده حقيقي. كبرنا بقى عندنا اولاد، بس لا احنا واقفين عند حته معينه وبنسترجع كل التفاصيل اكنها حصلت خلاص من كام ساعه، مش من كتير خالص يعني. لا دي بتفرق جدا فعلا. ودايما انا بقول it's never too late. يعني مش مهم ابدا مهما كان السن، مهما كانت الظروف. احنا كل واحد لو عنده إرادة هيقدر يعمل كل حاجة في اي وقت في اي سن. فاللي بعد عن صحابه يرجع تاني يتواصل معاهم، اللي كان نسي هواية او حاجة بيحبها وكان نفسه يعملها من سنين طويلة، لا يقدر ان هو يفكر تاني ويبتدي من جديد. نشوف ايه المتاح اللي في ايدينا وحسب ظروفنا اللي احنا نقدر نعمله علشان نحس ان احنا لسه موجودين، ان احنا لسه عايشين، ان احنا لسه بنعمل الحاجة اللي بنحبها. حياتنا النفسية، صحتنا النفسية أهم حاجة عندنا من أي شيء. بالظبط كده. طيب رانيا، أنا برضو هستغلك تاني أو تالت أو مش عارفة كم مرة. لا اتفضلي. وهتقولي لنا موضوع الحلقة اللي بعد كده هنتكلم عن ايه؟ أيوة بستغلك. الحلقة ممكن نتكلم عن التنمر، لأنه بقى من الظواهر الحقيقة المهمة جدا في حياتنا، وبشوفها يعني كل يوم الحقيقة. فأعتقد أن التنمر بقى ظاهرة محتاجة أن احنا نقف عندها شوية. الحلقة الجاية موضوع جديد وزاوية جديدة، وهنتكلم عن التنمر إن شاء الله. مبسوطة بجد إنك معانا. ميرسي يا دعاء، أنا اللي انبسطت جدا، ومنتظرين اللقاء الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك. ميرسي. ودي كانت حلقتنا من مذيع بودكاست. افتكروا دايما إن لكل حكاية وليها زاوية. استنوني في الحلقة الجاية بموضوع جديد وزاوية جديدة، ومتنسوش تعملوا فولو عشان يوصلكم الحلقات أول بأول. سلام.